السلام عليكم. اي مبتدئ في السياقه يسمعني مزيان لان معلومه مهمه. كنتي مبتدئ او مبتدئه في السياقه، انا غادي نعطيك واحد المعلومه بالدارجه غتفهمها، غير ما تنساوش انكم تدعموا الفيديو باش يوصل الناس اللي جدادين، وفي نفس الوقت نعرفوا بان هذا الشيء اللي كنديروا زوين وبعيد على التفاهات. دابا انا داخل الطوموبيل وجالس داخل، ما عرفتش الرويض على برا، يعني واش عوجين هكا شويه اليسار ولا واش عوجين هكا اليمين. كيفاش نعرف الرويض واش عوجين؟ غير من الداخل ديال الطوموبيل، لا داعي انني نطل الزنقه من الزاج ونعرف الرويض واش مقادين ولا لا. دابا شوفوا الرمز او لا المقود كيفاش الوضعيه ديالو. اي مقود كما بغى يكون عنده هذا الفراغ، يعني عنده هذه الخويه هذه كما بغى يكون، ما كيهمناش لا الصين او لا الرمز ديال الطوموبيل او لا الماركه ديال الطوموبيل. كل ماركه راه عندها هنايا الرمز ديالها، ما كيهمناش هذا الشيء. اللي كيهمنا هو هذه الخويه هذه. علاش داروا هذه الخويه؟ باش اننا نشوفوا الكونتور ديالنا والاضواء اللي كيكونوا هنا في الطابلون ديالنا. ما عندي غرض بهذا الشيء هذا، اللي عندي غرض به هو نوصل لكم كيفاش نعرفوا الرويض واش عوجين ولا مقادين. انا نعطيكم عبار وانا متاكد الى طبقتوه كون على يقين بانك غادي بقى تقاد الرويض ديالك غير من الداخل بواحد الحساب. اشنو هو؟ الطوموبيل عندها عبار ديالها. كيفاش خصنا نحسبوا هذا الحساب هذا؟ هو انه مثلا بغيت نعرف الرويض واش مقادين، هو ندور كل شيء. الا لاحظتوا انني دورت كل شيء اللي من دابا المقود ها هو تبلوكا، ما صافي ما بقى فين يدور ياك. دابا الرويض دايرين كاملين اليمين. كيفاش خصني نقاد الرويض ديالي؟ هو انه هذا العبار هذا هو اللي مهم، هو اللي بغيت نعطيكم للمبتدئين. كون على يقين غادي تعجبكم هذه المعلومه هذه. هي انك تدور نص دوره، شتيها كتكون دايره، ها هي دايره اليمين، كتقاد نص دوره، ها هي شتيها نص دوره، كتزيد دوره كامله، ها هي شتيها. عقلوا على هذا العبار، راه هذا العبار هو اللي مهم. ها هو دابا راه الرويضه راه مقادين، لا داعي انني نطل لبرا، راه الرويض نيشان. مثلا غادي ندور كل شيء اليسار. دابا انا دورت كل شيء اليسار، دابا الرويضه راه دايرين لهذا الاتجاه ديال اليسار. ها هو داير الحساب، عقلوا عليه. ها هو ها نص دوره، عقلوا عليها دائما كتكون دايره هكا نص دوره. الا خليتيها في نص دوره الرويض مازال دايرين عوجين اليسار، كتزيد دوره كامله، ها هي حتى كتقاد لك هذه. عاود هكا كنكونوا قادين الرويض ديالنا. عقلوا راه هذا غير حساب، يعني الحساب دوره ونص. كاين اللي عندها الطوموبيل اللي عندها دوره ونص، داك النص كبير شويه، وكاين اللي صغير. ها دابا هنا ندور فين دورت؟ دابا دورت اليمين، ها هو دورت اليمين، كنقادو النص هو الاول، ها هو النص حتى كتقاد المقود. عاود كندوروا مقود كامل، يعني دوره كامله، كيكونوا الرويض تقادوا لنا، لا داعي انك تطلع على برا. وانا متاكد بان راه صافي الرويض راه مقادين. هذه معلومه راه ناقصه للمبتدئين، ما كايناش عند المبتدئين، غير اللي يوريهم هذا الشيء ما كاينش. انا ما كنطعنش في اللي مدربين او لا لي مونيتور او لا، غير هو كاينين الناس بغاو يتعلموا، ما كاينش اللي يعطيهم معلومات بحال هادو. هذه معلومه بسيطه ولكن عندها دور كبير. واش ماشي عيب في نظركم؟ واش ماشي عيب ان الانسان يكون داخل الطوموبيل وخصو يطلع على برا الرويض، يخرج الراس ديالو من الشرجم باش يشوف الرويض واش مقادين ولا لا؟ هذا عيب وعيب كبير. يعني باش نشوفوا الرويض غير حساب. كمثال انا نديرها بالزربه، انا ندور كل شيء اللي من شتيها، ندور كل شيء اللي من دابا باش نقاد. ها نص دوره، ها دوره كامله، ها الرويض عندي مقادين، لا داعي انني نطلع على برا. غنمشي نيشان، انا عارف الرويض غيمشيو نيشان. هكا راه دورت شي شويه اليسار، هكا راه ديك نص دوره، هكا راه دورت كل شيء اليمين. ها نص دوره، ها دوره كامله، انا قديت الرويض. تبارك الله عليكم، والله يوفق ان شاء الله للجميع. غير ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتدعموا الفيديو شي شويه بلي لايك، واللي ما فهم شي حاجه يكتبها لي في التعليق، ان شاء الله غادي نبقى ندير لكم معلومات.